هلا بنات. اليوم عندنا طريقة الشيرازة وشد الورد. طبعا هسه بدينا بالشيرازة. الشيرازة هي تعتمد على الخيط الثخين، مثلا رقم 3، مو مثل شغلة الدرازة رقم 2 حلو يطلع يعني بالدرازة، لكن بالشيرازة لا، رادلها خيط ثخين على مود يبين بالشيرازة ويملي الفراغات. شوفي هسه احنا ايش سوينا سوين فيه وتدخلين الإبرة ببطن الفيه اللي انت اشتغلتيه، ترجعين تطلعيها تدخليها شوفي مقابلها، تمشين يعني قدام، أيضا ترجعين تدخليها ببطن الفيه وتطلعيها، وهكذا. هاي شغل الشيرازة. طبعا الخيط طبقة واحدة مو طبقتين، وإبرة ناعمة. شوفي، وهنا تكون ما تقربين الخيط حيل ولا تبعديه حيل، لأن القماش ينخصم بالحالتين، إذا قريب وإذا بعيد. خليه هيجي وسط. شوفي ترجعين تدخلين الإبرة قدام وترجعين تطلعيها من بطن الفي اللي سويتيه. وطبعا هنا أنا شيرزت بالخيط رقم 2. رقم 2 مو شي بالشيرازة، رقم 3 أحلى يكون. هاي العباية مشتغلتها درازة، بس للتعليم سويت بيها شيرازة. بس هسه رجعت اشتغلت لكم بالأبيض تيكون واضح. لكن هنا عندنا الخيط الأبيض هو خيط بكرة عادي، تعرفين خيط البكرة يصير ناعم حيل، يعني بالشغل مو صحيح بالشيرازة، لأن خفيف يعني ويظل فراغات. شوفي شغل خفيف صار، مو مثل خيط العبي. خيط العبي قلت شوي ثخين، وخاصة إذا تستعملين رقم 3 حلو، راح يصير بالشيرازة حلو، يملي كل الفراغات اللي هسه ظهرت عندك. شوفي بس أنا هنا سويت أبيض على مود للتعلم، لأن الأسود ما واضح بالشغل. شوفي من بطن الفي تطلعين الخيط، ترجعين تتقدمين، وهكذا. هاي شغل الشيرازة. شوفي شلون الطريقة. هسه شوفي خلصنا الشيرازة. هنا صارت تقريبا واضحة انه الشيرازة، ولو الخيط ناعم يعني، وهاي الفراغات مو قياس لانه خيط البكرة كلش ناعم. شوفي هسه نجي على شد الورد. سألتوني على نوع شد الورد. شد الورد أحسن نوعية هي رؤوف، كربلاء رؤوف، هاي نوعيتها زينة. وهذا طبعا الخيط الناعم، مو إنه وسط، أكو خشن، هذا الناعم حلو بالشغل يطلع. شوف هسه نشتغل شلون شد الورد. هنا عندنا هذا سن الفار، وطبعا شد الورد أشكال، هواي موديلات، وهاي بحسب طلب الزبونة، أو مثلا تطلب هي على المودة. والثاني هذا طلبها طبعا الموديل اللي هي تحبه، حبت هذا الشي، حبت هذا الموديل. وأكو بالطابقين، أكو بيخلون نمنم، أشكال بعد هي الموديلات. بس هي حبت هاي سن الفار مع تاج صغير كلش رادت. شوفي وهنا خلصنا شغل سن الفار، راح نبدي بالتاج. شوفي وطبعا هنا عندنا ورا من نخلي السن نفر عليه الخيط فرة كاملة حتى يثبت، ما يصير يعني يتحرك أو بالخسل يعني الوردة تخرب. وحبيت أشكركم بنات هواي على دعائكم الحلو، على تعليقاتكم الطيبة.
كلش أشكركم أني، وإن شاء الله اللي أقدر عليه أقدمه لكم من عيوني حبايبي. وطبعا أكو بنات سألني على أسعار الخياط، وهو مو سوى، يعني كل منطقة لها أسعارها. أكو يعني هن بالخياط يستاهلن بشي بسيط، أكو هن غاليات بعد، مو سوى حبيبتي. يعني أنت شوف حسب منطقتك هناك إيش قد يخيطون، مثلا تمشين على مثلا اللي يصرف ليش، أو على أسعار المنطقة اللي تقدر عليها. لأن أكو مناطق يعني مثلا أكو ناس على قد حالها شوية تقدرين تستاهلين وياها بالخياط، هم الله سبحانه وتعالى هم يبارك لك. شوفوا حبايبي، هنا بدينا نخلص شغل التاج، وإن شاء الله نريد دعمكم حبايب. لا تنسونا بالاشتراك وتعليق حلو ولايك. هنا هاي النتيجة، استودعكم الله.